مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. النهاردة معانا بقى اخر اخبار الاهلي في الساعات اللي فاتت. اخبار كتير، اخبار يعني كلها حلوة، اخبار حصرية. ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيها ونحكيها واحدة واحدة. نبدأ محمود عبد المنعم كهربا متواجد مع النادي الاهلي في مباراة المصري، وزي ما الناس كلها عارفة على السوشيال ميديا إن خلاص النادي الأهلي واللاعب بعتوا خطاب للفيفا عشان يستفسروا عن إذا كان اللاعب هيشارك. محمود عبد المنعم كهربا هيبدأ يشارك إمتى مع النادي الأهلي، من عدمه أو في غرامة، مع إن النادي الأهلي موضوع مش متعلق بغرامة كهربا قد ما هو مركز على الإيقاف بتاعه وهيشوف هيبدأ إمتى. لكن أنا شايف إن الموضوع كله أصلا من زمان كان المحامي بتاعه بيقول إن الموضوع ما فيهش غرام. موضوع محمود عبد المنعم كهربا ما فيهش غرامة، هو كان إيقاف، هو كان بيحكي ويقول إن هو فيه إيقاف. لكن كغرامة وكده للنادي البرتغالي أو لنادي الزمالك فده مش موجود، ده كان كلام من المحامي، محامي كهربا في القضية دي. لكن النادي الأهلي مستني القرار بتاع الفيفا على الخطاب اللي بعته اللاعب والنادي، فمستنيين اتحاد الكورة ويشوفوا اللاعب هيبدأ يشارك امتى. تاني خبر معانا، الأهلي حسم صفقة مروان عطية رسميا وبشكل نهائي. صفقة مروان عطية من الاتحاد السكندري اللي هو اللاعب الديفندر. لاعب كويس، مهاري بصراحة، زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده. شبيه بعمرو السولية، وهو هيبقى مع عمرو السولية أو مكانه لو لا قدر الله عمرو السولية حصل له أي حاجة. فهو لاعب كويس والأهلي أتم الصفقة. كان الأهلي أتمها ب25 مليون جنيه. كان بينافسوا في الصفقة دي نادي الزمالك، كان بينافسوا، كان حدد للاعب نادي الزمالك كان حدد للاعب ب 12 مليون ونص. بس الأهلي رفع سعر الصفقة وقدر يحصل على اللاعب ويحصل على التعاقد معاه وعلى توقيعه، وخلاص اللاعب في طريقه للنادي الأهلي. تالت خبر معانا، الأهلي بيوجه الشكر لعبد العزيز يعقوبو، وخلاص اللاعب غادر مصر عشان النادي البرتغالي ريو أفي غالى جدا، يعني عمل حالة من المغالاة في صفقة اللاعب. النادي الأهلي كان عايز اللاعب 6 شهور استعار. تمام يا باشا، يعني عشان الإصابة اللي عنده نشوف هتجيله الإصابة دي تاني مش هتجيله. اللاعب مثلا لو حصلت له الإصابة دي وقعد وطول هيفيد النادي هيضر النادي. الخطيب فعلا زي ما قلت لكم قبل كده برضو في فيديو من الفيديوهات اللي أنا نزلتهم من كام يوم، إن الخطيب مش عايز يجيب أي صفقة والسلام. يعني هجيب لك صفقة، تمام، ما تفشل الجمهور يجي يحملنا المسؤولية. فهو الخطيب مش عايز يعمل كده. الخطيب عايز يجيب صفقة جميلة كويسة مهارية دفاعيا هجوميا أيا كان مركز اللاعب اللي جاي، بس يقدر يتماشى مع أداء النادي الأهلي ومستوى النادي الأهلي، مش كل شوية إصابات. مش هنعمل زي صفقة بيرسي تاو وكل شوية إصابات زي ما احنا شايفين، ويلعب ماتش عادل ونقول خلاص رجع وبعدها بيومين يتصاب، يلعب ماتش عادل وفي الماتش التاني يتصاب. فالأهلي وجه الشكر، كان النادي البرتغالي طالب 1,500,000 يورو لضمه 6 شهور استعارة. وبكده النادي الأهلي وجه له الشكر وقال له اتفضل مع السلامة يا عبد العزيز يعقوبو، والراجل خلاص مشكورا سافر وغادر القاهرة. الخبر الرابع معانا، الأهلي لم يطلب ضم جون أوبوكا من إنبي، والزمالك بينافس نادي ليبي لضم اللاعب جون أوبوكا، لكن النادي الأهلي ما طلبش ضم جون أوبوكا نهائيا. جون أوبوكا النادي الأهلي ما اتكلمش عنه خالص، ما اتكلمش اللي هو في ضمه هجيبه استعارة مثلا أو هجيبه شراء نهائي. الكلام ده كله النادي الأهلي ما اتكلمش فيه. معنا الخبر اللي بعد كده، الكابتن الخطيب بيستفسر من محمد مصلحي عن موقف النادي من بيع اللاعب أحمد عادل ميسي للأهلي. الخبر اللي بعد كده، الأهلي يحق له إضافة 2 لعيبة
في قائمة المشاركة في كأس العالم للأندية، بس بشرط قبل 30 يناير. والشرط التاني يكونوا 2 لعيبة صفقات جديدة. يعني الأهلي يحق له إضافة 2 لعيبة في قائمة المشاركة لكأس العالم للأندية، بس بشرط يكونوا صفقات جديدة من الصفقات اللي هي جت جديدة، وبشرط يكون قبل 30 يناير، يعني الشهر اللي احنا فيه ده. الخبر اللي بعد كده تأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده. آه، تأجيلها اليوم 3 أو 4 مارس. هو كانت هتتلعب في 11 فبراير، اتأجلت ل3 أو 4 مارس. وبكده برضو هيأجل مباراة سان داونز برضو في دور المجموعات ليوم 10 أو 11 مارس، اللي هي كانت المقرر ليها إن هي تتلعب في 7 مارس. الخبر اللي بعد كده الأهلي يترقب موقف كولر لبدء مفاوضات استعادة أحمد حمدي. الأهلي مستني موقف كولر، يعني نبدأ ولا ما نبدأش دلوقتي. الأهلي مستني رد بقى كولر، يعني هنبدأ نتفاوض إن احنا استعادة أحمد حمدي تاني امتى؟ فهو ده الخبر اللي كان معانا. الخبر اللي بعد كده الأهلي يحاول إنهاء إجراء سفر كريم فؤاد للنمسا لإجراء عملية الرباط الصليبي. ربنا يشفي كريم فؤاد وأكرم توفيق وكل اللاعيبة اللي مصابة، يا رب، من هنا أو من هنا أو من أي فريق في العالم. يعني اللاعب ربنا يكون في عونه. الخبر اللي بعد كده الأهلي يبحث عن تدعيمات أخرى في ميركاتو الشتاء. الميركاتو الشتوي النادي الأهلي بيدور على تدعيمات تاني، لاعيبة تاني، لاعيبة تكون جامدة، لاعيبة تكون كويسة في مراكزها، لاعيبة تكون مؤثرة وعلى قدر المسؤولية مع النادي الأهلي، مش أي لاعيبة والكلام. الخبر اللي بعد كده في هناك لاعيبة كتيرة تعرضت على النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت دي عشان الأهلي يضم منهم لعيب. على سبيل المثال اللاعب برونو فيليبي. بس الأهلي لسه، يعني اللاعيبة الكتيرة أوي اللي اتعرضت على النادي الأهلي دي، النادي الأهلي لسه مخدش فيها قرار، أو لسه مبصش على سلسلة اللاعيبة دي، أو بص على قائمة اللاعيبة دي، لسه مفيش أي حاجة. الخبر اللي بعد كده صفقة المهاجم فوق السن بيفرض عليها كابتن محمود الخطيب سرية تامة بسبب اللي حصل في صفقة عبد العزيز يعقوب. يعني كابتن محمود الخطيب بيفرض سرية تامة جدا 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 بسبب اللي حصل في صفقة عبد العزيز يعقوب على صفقة المهاجم اللي هو فوق السن، اللي هو النادي الأهلي هيبدأ يتفاوض معاه، هتبقى عليها سرية شديدة. الخبر اللي بعد كده من المتوقع أن يصل اللاعب الجديد. يعني من المتوقع أن يصل اللاعب الجديد اللي الأهلي يتفاوض معاه في خلال نهاية الأسبوع الجاري اللي احنا فيه ده بسرعة. يعني لو تم الاتفاق ما بينه وما بين الفريق اللي هو بيلعب فيه بشكل سريع ونهائي. الخبر اللي بعد كده هناك مفاوضات ليست قوية على ضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب. يعني هنا، يعني في هنا مفاوضات بس مش قوية، مفاوضات اللي هي لسه في البداية على ضم عمر فايد لاعب نادي المقاولون العرب عشان يجي يلعب في النادي الأهلي. الخبر اللي بعد كده بيظهر بقى معانا في الصورة عمر كمال عبد الواحد، اللي أنا شايف شخصيا نجمه ما لمعش إلا في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر الأخيرة دي. هو لعيب ظهير أيمن كويس وبيلعب جناح، وحاليا كابتن علي ماهر موظفه كجناح وصانع ألعاب في السكة كده، بيصنع لعب كويس جدا مع فيوتشر. وعلى فكرة أنا كنت لسه عامل فيديو من شوية اتكلمت فيه عن أهداف فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.
في هدف منهم عمر كمال عبد الواحد صنعه ودخل من الجنب اليمين، عشان تعرف ان هو ممكن تلعبه ظهير، ممكن تلعبه جناح، ممكن تلعبه صانع العاب. دخل وعدى من اللعيب وخدها من الجنب ودخل يعني على خط منطقة الجزاء، وراح عامل عرضية للاعب، واللاعب زميله راح جايبه جون. لاعب بسم الله ما شاء الله عليه برضه كويس. لاعب يعني لو الاهلي قدر يتفاوض معاه بصراحة هيبقى لاعب حكاية. انا شايفه لاعب كويس، مش وحش. وعلى فكرة كان في اخبار ان كابتن علي ماهر اتكلم وقال شرف لاي لاعب في العالم، اي لاعب في مصر، مش هنقول في العالم، اي لاعب في مصر، ان اسمه يرتبط بالنادي الاهلي. يعني هو قال شرف لاي لاعب انه اسمه يرتبط بالنادي الاهلي. شرف كبير جدا. لكن هو ما عندوش كلام لسه وصله ان النادي الاهلي بدأ يتكلم انه هيتفاوض مع مين، مع عمر كمال عبد الواحد. الخبر اللي بعد كده محمد كريستو وخالد عبد الفتاح جاهزين، جاهزين ان شاء الله مع النادي الاهلي وفي قائمة النادي الاهلي للمشاركة قدام المصري البورسعيدي. المباراة اللي جاية المصري البورسعيدي، زي برضو ما قلت في الفيديو اللي فات، إن المباراة القادمة للنادي الأهلي مع المصري البورسعيدي. عندنا كمان خبر بيقول إن محمد عبد المنعم وحمدي فتحي يدعمان قائمة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة القادمة. يعني إيه؟ يعني خلاص حمدي فتحي تمام، رجع كويس، مفيش مشاكل، ربنا يتم شفاه الإصابة الخفيفة اللي كانت عنده. محمد عبد المنعم عمل البرنامج التأهيلي برضه بقى تمام كويس، مفيش مشاكل. والاتنين بيدعموا قائمة النادي الأهلي زيهم زي محمد الضو كريستو، زي خالد عبد الفتاح. قائمة كده بقت فيها لعيبة ممتازة جدا جدا جدا. أما آخر خبر بقى معانا، وده كنا قلناه الفيديو اللي فات بس هنقوله لكم برضو المرة دي في الفيديو ده. النادي الأهلي بيواجه نظيره النادي المصري في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس الموافق 12/1. بإذن الله هيبقى الساعة 7 مساء. وبكده تكون أخبارنا خلصت. وبحب أقول لكم على مفاجأة جميلة جدا جدا للناس اللي بتتابعني والناس اللي لسه ما تابعتنيش. انت لسه لحد دلوقتي ازاي يا باشا ما بدأتش تتابعني؟ ده في حلو جاي وفي مفاجآت جاية وفي جوائز وفي هدايا وفي مسابقة توقعات، وهيبقى الفيديوهات على اليوتيوب. الفيديوهات انا زي ما قلت لكم مش هتبقى مقتصرة عن الكورة بس، يعني هي كورة بس مش اهلي وزمالك وفرق واندية، هيبقى في لعيبة، هيبقى في احصائيات، هيبقى في تواريخ، هيبقى في اساطير اللعبة، وهيبقى في برضه عشان خاطركم انتوا وعشان خاطر محبين الكورة وعشان خاطر يعني الناس اللي ليها في التوقعات والناس اللي بتتوقع بقلبها وعقلها. بقى خد عندك المفاجأة دي، هيبقى في مسابقة توقعات على القناة. الفيديوهات هتبقى على القناة، يعني فيديوهات الناس اللي فازت، الأسامي اللي فازت. طبعا هنزل بوست التوقعات، مثلا توقع نتيجة الأهلي مثلا والمصري القادمة، والفيديو هيبقى على القناة هنا. بوست التوقعات هيبقى على الصفحة على الفيس، الصفحة بتاعتي، بس أنا مش هبدأ فيها حاليا. لو حابب ان انا ابدأ في الموضوع بدري بدري، ابدأ اشتركوا في القناة، نوصل الفيديوهات دي ل1000 مثلا اعجاب، 2000 اعجاب، على قد ما تقدروا. نوصل القناة مثلا لعدد مشتركين كويس. نبدأ كده نشترك في القناة وربنا يكرمنا وتعلى بيكو، زي ما قلنا تعلى بيكو وليكوا انتوا. وده كان نهاية فيديو النهاردة. واحب اقول لكم زي اخر كل فيديو، اشوفكم فيديوهات كتير جاية وجوائز كتير جاية ومسابقات كتير جاية وحلويات وقطايف ولطايف، وزي ما انت عايز تقول قول يا باشا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.